البنت دي وهي بتحاول تهرب بتلاقي نفسها خلاص قربت تقع وهي على الحرف، فبيجي الولد اللي معاها وبيشدها وبيفضلوا يمشوا واحده واحده على السور عشان يعرفوا يهربوا من اصحاب الشقه، وبيفضلوا يمشوا لحد ما بيقدروا يوصلوا للشقه اللي جنبهم. تعالوا الاول نعرف هما اتعرفوا على بعض ازاي. في الاول وهي سايقه العربيه جه الولد ده وخبطها من وراه، فنزلت وهي متعصبه وضربته بالكوبايه على دماغه وبيقع على الارض وبتحسب انه مات، بس بيقوم عادي جدا وبتقول انت كسرت عربيتي وبالله تعالى معايا الاوضه وهديكي تمن العربيه كلها. وكانت فاكراه بيهزر لحد ما بتطلع معاه الاوضه وبيفتح الدولاب وبيكون معاه فلوس كتير جدا وبيعبي وبيديلها، وكل ما يحاول يقرب منها هي بترفض وبالله انت تعرف ان البنات كلها نفسها تصاحبني، وبتقول له انا بقى مستعد اديك فلوس وتبعد عني. وفجاه بقى بيخبط صاحب الاوضه وبيقول مين جوه، وبنكتشف ساعتها انه مش صاحب الاوضه ودي اصلا مش فلوسه، وبتشوف في الورق ان ده السواق بتاعه بس. فبيدخلوا يستخبوا في الحمام، وبعد ما اصحاب الاوضه بيدخلوا بتسمع ان ده صوت جوزها اللي بره، وبتتصل ماما بتشوف انه بيخونها مع الست الغنيه، وجوزها بيسمع صوتهم في الحمام، واول ما بيفتح الولد اللي معاها بيضربه في وشه عشان خاين، وبياخدها بقى وبيهربوا من السور. وبعد ما بتنفصل عن جوزها كل يوم بياخدها وبيخرجها، بس بيشرط عليها ان هي اللي هتحاسب كل مره.